أهلا بكم أصدقائي في كل مكان، وسعيد أن يكون معنا اليوم في فقرتنا بنحكي تاريخنا دكتور إسلام زغلول الباحث الأثري. دكتور إسلام، أهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد وبكل الساده المستمعين الكرام. دكتور إسلام، طبعا وحضرتك عارف وكل السادة المستمعين إننا في الأسبوع الأول من شهر مايو من كل عام بنحتفل دوما بعيد العمال. بنحتفل بعيد كل من يقدم عملا لوطنه، لنفسه، لمجتمعه. بكل تأكيد إن العمال على مدى التاريخ كان ليهم وضعية خاصة وكان ليهم تعامل خاص على مدى العصور المختلفة. كيف كان العمال وكيف كانت منظومة العمل في مصر القديمة؟ ونحن نتحدث عن مصر القديمة ذات الحضارة المتميزة والتاريخ ذو القيمة التي نفخر ونعتز بها دوما. يعني من الحاجة الجميلة اللي دايما احنا يعني بنعملها ان احنا دايما بنعمل من كل مناسبة بنرجع للماضي علشان نشوف اجدادنا المصريين القدماء ازاي تعاملوا مع هذا الحدث، ان كان حدث اعياد وطنية، ان كان اعياد اجتماعية او اي حدث. بننظر للماضي علشان نشوف احنا بالظبط واقفين فين، اتعلمنا ايه، طورنا ايه بالظبط، وشكلنا في وجداننا عظمة كبيرة جدا شكلت الحضارة المصرية القديمة من خلال هذا الأثر والتراث اللي سابوا فينا جدنا المصري القديم. فالحقيقة النهاردة يعني وزي ما حضرتك ذكرت الأسبوع الأول من شهر مايو، وده يعني بنحتفل بيه كلنا ك كل الأمم في العالم كلها بعيد العمال، لأن العمل والعمال هم أساس الحياة. حتى مصر القديم لما قدم لنا حضارته قدمها لنا من خلال الطبقة الأولى، يعني من وجهة نظري في صناعة الحضارة المصرية القديمة، وهي طبقة العمال والبسطاء. العمال طبعا يعني صممت النهارده ان انا اقول هذا المنطوق او هذا اللفظ، ان العمال هم شاركوا يعني بحجم كبير جدا وبنسبة كبيرة جدا يا استاذ محمد في بناء هذه الحضارة العظيمة. ليه؟ لان العمال دول هم اللي بنوا القصور، هم اللي بنوا الاهرامات، هم اللي بنوا المعابد، هم اللي بنى. والله الملك ولا الكهنة هم ما قالوا صحيح كان ليهم دور، ان كان كهنة حسابات فلكية، لكن العمال تعبوا، شقيوا، قدموا لنا يعني هذه الأبنية الضخمة، قدموا لنا هذه المعابد والأهرامات والمقابر، حتى الراجل اللي بينقش اللي على الجدران، حتى الراجل اللي بيزين الجدران بالألوان الجميلة، كل ده صناعة مصرية قديمة. اللي احنا بنتكلم على الفنون يعني الصغر، يعني كمان لسه بنتكلم ايضا على فنون، ايضا كمان كان صناعة تماثيل، إن كان صناعة يعني ادوات منزلية وحياتية. لكن بنتكلم في الصميم ان احنا بنتكلم عن العمال في مصر القديمة، ونقصد بقى هنا العصر المصري القديم والحقبة المصرية القديمة اللي بعد كده الناس طوروها وقالوا هو العصر الفرعوني. بنتكلم يعني من أقدم الزمان. يعني حتى بنرجع يعني دايما في محاضراتي أو برامجي أو أي كان بتعود على التسلسل التاريخي لسهولة وصول المعلومة إلى المواطن البسيط. نعم. بنتكلم عن أول يعني ظهور ريادي حقيقي للعمال في مصر القديمة منذ بناء الأهرامات. يعني هنرجع يعني صحيح أول هرم عندنا زوسر أسرة ثالثة، لكن كان ظهر بشكل يعني كبير جدا دور العمال الريادي والملحوظ في بناء الهرم الأكبر. وده كان طبعا يعني كمان بيبقى فيه مشاريع كثيرة جدا، وانا طبعا يعني حضرتك عارف ان ده اختصاصي. وكمان بنقول من جهة العمال ازاي العمال شاركوا في بناء هذا الهرم
التاريخي والأثري والريادي. نعم. الملك خوفو لما حب ان هو يبني هرم، الملك بيبني هرم، يعني احنا بناخد نبذة بسيطة جدا، لان طبعا لما نزل يعني الاعلام متأخر امبارح بالليل، فالناس ردت يعني شافت بتقول لي هل هتتكلم عن مدينة العمال، هتتكلم عن ملابس العمال؟ الناس بدأت تسأل يا استاذ محمد زي ما انا قلت لحضرتك يعني الحلقة اللي فاتت، مم. يعني بدأت هي اللي بتخترع النقاط وبتبحث في نقاط، وهي كأنها هي اللي هتقول لي الحلقة، وده شيء جميل جدا جدا جدا. يعني في نقطة ما كنتش واخد بالي منها، فواحد قال لي والله يتكلم بس عن ملابس العمال ازاي كان، واحد تاني قال لي والله يتكلم عن ادوات العمال كان ايه هي. يعني في حاجات احنا بنتعود بنقول عن النقط العريضة لان بنلتزم بوقت معين في الحلقة، نعم. لكن الناس بدأت عايزة تعرف كل زوايا الموضوع وأبعاد الموضوع، وده شيء يسعدني جدا، وأعتقد يسعد كمان حضرتك ويسعد كل من مهتم بالوعي الأثري. أصبح في حركة كده، وفي يعني زي ما تقول نشاط له علاقة بمصر القديمة بكل مجالاتها وبكل محاورها. بقى في تساؤلات كتير خاصة من الشباب والله، وده شيء بيسعدنا جدا طبعا يا دكتور. بالظبط والله يا أستاذ محمد، يعني زي ما تقول آثار الناس كلها بتفتح ودنها تسمع، تقول اه. فراعنة الناس كلها بتنتظر إيه السر الأسرار الفراعنة دي، تنتظر السحر، الأبنية الضخمة، الآثار العظيمة. وحضرتك يعني بعتقد في الجروب الجميل العظيم بنحكي تاريخنا طلبوا الناس ان هو نزل لينك الحلقة علشان الاستفادة ويشيروه في كل مكان ولأصدقائهم، فطبعا يعني كان شيء جميل منهم، وان شاء الله اللينك إن سمحت لنا بينزل على طول يعني بعد طبعا. الحلقة. مم. يعني بنقول بناة الأهرام العمال شاركوا فيه رقم واحد، والملك خوفو حب إن هو يبني هرم، فجاب ابن عمه المهندس حمقيون وقال له أنا عايز أبني هرم عظيم زي أفضل من أهرامات أبويا سنفرو. نعم. فحمقيونه قال له بس يا جلالة الملك خوفو ده يتطلب إن أنا ما أوقعش في غلطة أبويا نفرمعت اللي هو كان ابن عم سنفرو، وهو ولد ابن بيورث اب بيورث ابنه، ورثه مم. الهندسه، والملك سنفرو ورث ابنه الملك، يعني ده ابن عمه وده ابن عمه. فابن عم الملك خوفو حمقيون قال له لازم يبقى في تنظيم واداره جيد. قال له ازاي الكلام ده، ايه تنظيم واداره عشان ابن هرم؟ قال له لازم 10,000 عامل يتبدلوا كل 3 شهور، علشان كل 4 شهور علشان يبنوا هذا الهرم، ويتبدلوا دايما العمال علشان نحافظ على العمال في قوتهم وشبابهم وقوة وشباب العمل. يعني الكلام اللي قاله هيرودوت ولا اللي غير هيرودوت، هو ما قالش هيرودوت، ما قالش ده هيرودوت له قصة كبيرة جدا، الراجل بريء، هو ما قالش لا خوفه ظالم ولا قال ان العمال يعني كان في سخرة، لا ابدا على الاطلاق. هنقول بس القصة دي، لكن خلينا نتكلم في العمال. حتى العمال في مصر القديمة نالوا يعني مكانة هامة جدا جدا جدا، وكان المصري القديم بيقدرهم، وكان الفرعون أو الملك بيقدرهم، بيقدر هذا العمل المنبثق منهم. وأيضا كمان بنى لهم مدينة عمال في بجانب الهرم، حتى كمان كانوا بيناموا في مواضع يعني كريمة جدا وغير مهينة. لكن ده احنا عندنا دلائل بنطلعها من يعني منطقة الأهرامات يا أستاذ محمد، بنقول وجدنا كميات كبيرة جدا أشواك أسماك، عظام ماشية. اه. ده يدل على إيه يا أستاذ محمد؟ يدل على التمتع الصحي والغذائي الكبير الذين نالوه عمال بناء الأهرام. يعني كان حسب المصادر كان بيندبح كل يوم 13 عجل و11 خروف ليكفي إشباع 10,000 عامل. مين اللي بيجيب الحاجات والصواني والأكل والكلام ده كله؟ ده كان عائلات الصعيد الكبير وعائلات الدلتا الكبيرة، بيودوا الصواني والأكل ويودوا يعني الموائد الكبيرة واللحوم والفواكه والبئرة وغيره وغيره والخبز عشان ايه؟ عشان الملك خوفو يعفيهم عن الضرائب، عشان مم. الملك خوفو يحميهم عن الضرائب. والله انت عيلة كبيرة، بودي
انا دي كانت جزء كمان يعني من المسؤولية المجتمعية الحديثة أو المتعارف عليها حديثا. مشاركة اجتماعية كلها، لأن ده كان بناء العمل الجماعي وبناء العمل القومي. زي ما احنا شاركنا مثلا في بناء حفر قناة السويس، ده مم. اسمه المشروع القومي. أيضا كان الهرم ده المشروع القومي، كل فئات، عيلة جاد، عيلة زغلول، عيلة مش عارف، وكله بيودي علشان الملك خوفو يكتب العيلة دي جابت كذا وشاركت في كذا، وزي البلاطة اللي بتنكتب مثلا وانت بتبني حاجة، ده الراجل ده شارك بكذا، العمال. لكن احنا عايزين الامر ده يا دكتور خلي بالك يعني ما زال موجود في القرى حتى اليوم. يعني كل اسره بتبني بيت. اعتقد انه ما زال لغايه دلوقتي الناس الجيران والاهل والاقارب يودوا لهم لحمه، يودوا لهم خضار، يودوا لهم فاكهه، يودوا لهم شاي، يودوا لهم سكر، يودوا لهم يعني فكره المنظومه مشاركة. المجتمعيه او التكافل الاجتماعي من ايام الفراعنه كانت موجوده للمشروعات القوميه، وايضا هي جزء من التركيبه المجتمعيه عندنا في القرى وفي الريف وفي الصعيد تحديدا. وتلاقي الموضوع سهل على الراجل الباني او المشروع نفسه، والعمل بينجز، لان كان في طبعا في مشاركة اجتماعية، والموضوع ده في الكرة يعني بيكثر كثير جدا. يعني المشاركة الاجتماعية وكل واحد بيشارك علشان يبني هذا العمل، ده صحيح. نعم. مهم. انما عمال بناة الاهرام يعني هنمشي شوية كمان، هنلاقي بس شوفنا احنا كده لما يكون عندنا، يعني عندك شركة وعامل عايز يعني يتظلم من مثلا رئيس الشركة او حاجة، بيروح مكتب العمل. يعني من وجهة نظري كان اكتر حد بيمثل مكتب العمل في مصر القديمة راجل جميل، راجل طيب القلب، اسمه منكورع، حفيد الملك خوفو، يعني مم. ابن الملك خفرع، صاحب الهرم الأصغر. الهرم الأصغر وهو بيتبني، طبعا الملك كل شوية يومين ثلاثة يتفقد الهرم، تعالى نعيش كده ونشوف ونتخيل ان طبعا الهرم كان بيتبني وانا عمال اشيل احجار واشيل مونة، والملك لقيت مرة واحدة الملك منكورع وحضراتكم ماشي على موكبه والحرس والحشم والموكب الكبير جدا. واحد زميلنا وبيشيل احجار اسمه ذبحن وقف جلالة الملك منكورة، قال له كيف يا جلالة الملك؟ يا نهار ابيض، الموضوع كبير جدا، ازاي عامل مم. يعني يوقف موكب ملك ويشاور له بايده بيقول له كيف؟ الحرس راح عشان يبعده، علشان يقول له يا راجل انت اتجننت، ده من الملك منكور حفيد الملك خوف وابن الملك خفرع العظيم. فقال له سيبوه، في ايه؟ قال له انزل وانت بتكلمني. الراجل ده جريء جدا، قال له في كمان ايه؟ اه يعني مش نزل. بس استوقفه، لا كمان بيقول له انزل وانت بتكلمني. ده فعلا يعني انزل وانت بتكلمني، نزل. قال له انا ليا طلبات، انا بعبد نفس الاله اللي انت بتعبده، وبرع مصالح هرمك وببني هرمك زي ما انت بترعى مصالح شعبك، وانا كمان ما بلوثش ماء النيل وبحافظ على ماء النيل زي ما انت كمان ما بتلوثش على ماء النيل، وده شعار رسمي. فقال له طلباتك ايه؟ قال له انا كده متساويين وكده، يعني راسي براسك، ما انتش احسن مني في حاجه، فانا عايز يتبني لي مقبره ملكيه زي ما انت بتبني لنفسك للهرم علشان روحي تحيا ابدا فيها في الحياه الاخرى. نادى الكاتب وقال له نفذ له طلبه. نادى الكاتب هنا يمكن خط احمر، يعني ده يدل على اصطحاب الملك الكاتب واهميه منصب الكاتب في مصر القديمه في كل مكان. نادى الكاتب قال له دون له طلبه وابنيه. قال له لا استنى، ده في طلب كمان. قال له ايه؟ قال له انا عايز تبني لي مصطبه ترحميه، يعني مصطبه فوق المقبره بتاعتي زي ما انت بتبني لنفسك معبد الكبير، مش هقول لك معبد، ما هو مم. المعبد فايدته الكنائسي ان اهل المتوفي والملك يجوا للهرم، للملك في الهرم، ويقعدوا يعني يتعبدوا ويترحموا ويقدموا كرم. قال له انا عايز بس تبني لي مصطبه كده زي اللي عندنا، يعني هو الاهل يقعدوا عشان عليه. الاسره والاولاد يجوا بس اه، يقعدوا برضه نفس القصه. قال له طيب. نادى الكاتب ونادى فعلا وقال له نفذ له طلب. قال له لا ده في تمثال راجل غيتت جدا، يعني راجل يعني عايز يعني حاجة كمان، طلب كمان. قال له انا عايز يتبني لي بقى التمثال بتاعي، القاع اللي هو التمثال الروحي يعني، علشان لو جسدي تآكل في الحياة الأخرى زي ما انتوا بتعملوا كملوك وكهنة، لو جسدي تآكل في الحياة الأخرى
يبقى روحي تدور على الشبيه بتاعها التمثال بتاعي فتلتحد معاه وتحيا أبدا للعالم الآخر، يعني خوفا على إن الروح ما تتعرفش على الجسد. ده فعلا الكاتب والنفاذ ده. احنا بنتكلم هنا عن سماحة الملك في العمال. ويقول أيضا كمان يعني أحد المؤرخين وفي روايات كتيرة جدا إن نفس الملك الرحيم جميل القلب المنكورع كان طيب عكس أجداده، عكس خوفه بقى، وعكس منكورع كان متخذ السياسة القوية وعشان يبني الهرم والحزم والقوة. لا نقصد ابدا السخرة، لكن احنا بنتكلم في الحزم والقوة. لكن ما كانش مم. يستاجر حد جال قدام خوفه ويقول الكلام ده ولا خفرة. لكن كان الملك منكورع كان طيب القلب. وكان يذكر كمان ان كان في عامل وهو بيبني هرمه ووقع على رجله حجر فاتبترت رجله. وراعى أهله رعاية ملكية خالصة ورعاية أسرية بالنسبة لأولاده ومدرسته. ويقال إن كان في أيضا كمان عامل اتضرر من الألعاب السحرية اللي كان الملك خوفو بيستمتع من كان الملك منقورع بيستمتع بيها يعني في منتزهاته، وبيجيب السحرة علشان يلعبوا له ألعاب سحرية، فعامل تضرر منه فمات. فرعى أيضا أهله رعاية ملكية خالصة ويعني اهتم بيهم جيد جدا يعني. فده يدل ان هذا الملك حتى في تماثيله كان بيتصور مع الالهات واحترم الالهات والاناث وزوجته. ويعني كان رجل طيب القلب يعني بشكل كبير جدا. يعني هنشوف حتى عندنا العمال بعد كده بنمشي تسلسل تاريخي شوية. بنشوف مم. العمال يعني ازاي بنت، ازاي حفرت. زي ما احنا كمصريين حفرنا قناة السويس الجديدة، تعال نشوف ازاي المصريين القدماء في الأسرة 12 عهد سنوسرت الثالث أو إنوسرت أو ابن الإله وسرت سنوسرت الثالث ماشي. حفروا قناة سيزوستريس تقريبا بالظبط على نهج قناة السويس اللي هي تصل بين البحر الأحمر والمتوسط عن طريق النيل. حفرنا قناة السويس في الأسرة 12. حد يتخيل إن في شعب يحفر قناة في الأسرة 12 مم. وفي عهد يعني العصر القديم والزمن والعهد القديم؟ مش ممكن هذه الحضارة، مش ممكن هذه البلد. لما بنقول يا اخوانا يعني ان الحضارة المصرية دي اعظم حضارة في الدنيا، وانا يعني احد الدكاترة يعني بيقول لي يعني ما تزايدش، بيقول لي ما تدنكش تقول العظيمة العظيمة العظيمة. فحتى لو هي غلطة مني انا بحب الغلطة دي جدا، يعني بحب يا احتفل عم مش بها غلطة، جدا. مين اللي قال كده؟ هي فعلا حضارة عظيمة، مش احنا اللي بنقول كده، العالم كله بيشهد بكده. يعني يا عريق انت لما بتدخل تتعمق، ومعلش يمكن انا بعيش فيها شوية يعني داخل في جوازاتهم، داخل في حروبهم، في صناعاتهم، وبشيل الاحجار معاهم في بناء الهرم، بتخيل كل ده. لذلك انا عايش معاهم يعني 24 ساعة. في ال 24 ساعة يمكن حتى يمكن الحاجات الجميلة اللي انا دايما يعني ببحث فيها بتبقى من يعني تفكير بسيط منبثق بفكرة، ببدأ أبحث فيها، ببدأ أطلع نتائج، ببدأ أطابق، ببدأ وبيرجع للرأي للأكاديمي وبستشير فيها يعني الدكاترة الكبار والعلماء الكبار. فذلك لا مطلوب جدا. حفرنا قناة السويس ده سيزوستوريس ده أيام الثلاثي الثالث في الأسرة 12. طلعنا من هذا الحدث العظيم الجميل جدا، طبعا بقى بخلاف القلاع والحصون اللي احنا بنبنيها دايما. مم. عندنا العمال يعني شتى المجالات يا استاذ محمد. عندنا راجل اسمه رخ مي رع. رخ مي رع يعني اسمه رخ المعروف، مي مثل، رع الشمس. الراجل معروف زي الشمس ده اسمه كده رخ مي رع. يعني زي ما انا بقول لك تعرف الاستاذ محمد جد بيقول لك ده معروف زي الشمس بقى، ما تقوليش مش عارف، اقول لك اه ده اعلامي شهير كذا كذا. ريخ ميرا الراجل ده كان اسمه كده، وده كان وزير تحتمس الثالث في الاسره 18. مشينا بنمشي شويه من الاسره 18. كان الراجل ده وزير اول للملك العظيم الامبراطور تحتمس الثالث. عمل في مقبرته مم. يعني حاجه مهمه جدا. كل الصناعات اللي كانت في مصر القديم، النجار واللي بيزرع واللي يعني بيصنع الفخار، ويعني اللي بيصنع الراجل الخشب والحرفي، كل الحرف، واللي بيصنع تمثال واللي بيجر تمثال واللي بيقول. المقبرة دي يا أستاذ محمد فيها إجابات كتيرة جدا جدا على الإشاعات
اللي يقول لك بقى التمثال كان ده بيتسحر، ده لا، ده هناك رخمي رسم في مقبرته ازاي يعني التماثيل في مراحله كانت بتتصنع، والراجل الصبي الصغير كان هو اللي بيبدأ في التمثال. في حركة الفينشنج بقى كان الراجل الحرفي والصناعي يقول له تعالى انت على جنب بقى، انا هبدأ انا. يعني ده بالظبط، والراجل اللي بيصنع فخار واللي بيعج كل ده وثق من العمليات الحرفية ذات نفسها، عملية التصنيع نفسها. وصف دقيق جدا جدا في مقبرة ريخ ميرع. لذلك دي مقبرة مهمة جدا في موضوعنا النهاردة، العمال في مصر القديمة. جينا في دير المدينة لما وصلنا بقى للدولة الحديثة أكتر، الأسرة 19 و20، لقينا شيء مهم جدا للغاية. لقينا إيه؟ لقينا مدينة العمال. مدينة العمال في الأسرة 18 وال 19 وال 20، الدولة الحديثة الإمبراطورية الذهبية من تاريخ مصر القديم. كان في العاصمة دايما يعني غالبا كانت بتبقى طيبة، الأقصر. فطبعا يعني هي العاصمة، بناء المعابد والمقابر في وادي الملوك وكذا. فاحنا بقى أنا كملك من الأسرة 18 أو 19 أو 20 هقعد كل شوية عايز أبني مقبرة. طب أنا جات في دماغي فكرة، المهندس جابها لي، اجمع العمال من الدلتا، اجمع من الفيوم، اجمع من الصعيد. لا لا، طب ليه؟ طب ما انا اعمل مدينة عمالية مم. بجانب الوادي الملوك، واخلي العمال اللي هم موجودين في خدمتهم الان في فترة خدمتهم، ان كان سنة او اللي عاوز يبقى يبقى ما دام هو بياخد اجر. ويعني يسهل لسهولة الوقت، وايضا كمان وسهولة الجهد. فده كانت بيمشوا حاجة بسيطة جدا لا يتخطى يعني الكيلومترات، علشان يبدأوا الفنان والنقاش والراجل اللي بينقش والراجل اللي بيبدي والراجل يعني اللي بيرسم. كل الفنانين في مصر القديمة كانوا في الأسرة 18 و19 و20 دولة حديثة، كانوا قاعدين في مدينة العمال دي. وأنا يعني يا أستاذ محمد، لو تشوف كمية الأستراقة اللي طلعت، اللي هي استراكون أو الشقف الفخاري يعني مم. المكسور اللي طلع من هذه المدينة، دول احنا ناس أغنياء جدا جدا جدا. أغنياء بإيه؟ أغنياء بالعلم. وصلت لنا يعني حدثتنا ووصلت لنا هذه الأستراقة، الشقف الفخاري يعني المكسور، ده بتاع البسطاء. المكان البرد غالي جدا، ده للكهنة وللملوك، هنجيبه منين؟ ده غالي جدا. فانا وانت وزميلي وصديقي بنبدا نشوف الشقف الفخاري، لان هو اكثر الاشياء اللي بيصنع. سهل جدا ان انت في مصر القديمه الفقير يصنع قله من طمي النيل، طب تتكسر، طب ناخد الشقف بتاعه يكتب عليها. كان مم. متوفر جدا. ولذلك هي اصدق الكلمات، هي اوفر الكلمات. بمعنى ايه اصدق الكلمات؟ يعني الراجل الفقير مش هيكذب، والله بقى مش هيكذب. مثلا الراجل الوزير او الراجل الكاتب بتاع المال ممكن يجمل للملك شويه، ممكن يقول هو ده هيعبر عن الواقع، عن اللي هو شايفه او اللي هو لمسه او اللي هو حاسس بيه. بالظبط. الفقير هو كان بيعبر عن يعني المشاعر الحياتيه الصادقه في حياته وحياه الملوك. زي مثلا قصه الهكسوس دي جاءت يعني قصه يعني صادقه تماما. ليه؟ لان اللي كتبها طالب فقير جدا، كان قاعد في مدرسه الكرنك، وفي الفسحه بتاعته اعتقد، واحنا كاسرين نعتقد نشك، كان قاعد في مدرسه الكرنك في الفسحه اعتقد بتاعته او في وقت الهاف تايم، وقاعد مم. لقى شاف فخاري. فالراجل ده كان وطني شويه، الراجل الصبي الصغير ده، فكتب قصه. كان عندنا جماعه اسمهم الهكسوس وجم وطردهم احمس، والقصه الجميله اللي احنا عارفين ده. بندور لقينا في الاسطوره عليها قصه الهكسوس. فتحدثنا الثقافات الفخارية ان تعتبر يعني مكتبة ثمينة علمية تمدنا بها هذه الثقافات ولأحداث تمت في مصر القديمة. لذلك بنقول السقف الفخاري من أهم ما يمكن الاعتماد عليه أيضا، وبعد البردي، في وصول لنا المعلومة سليمة صريحة. ده بالنسبة لعمال بناة الأهرام. كانت الكتابة بتتم عليه بالحفر ام بالكتابة الرسم يا دكتور؟ لا، كان بيتم عليها بالرسم، اسهل بالكتابه. مم. مم. علشان طبعا لو احنا نحتنا، يعني الراجل ده كان ذكي جدا، يعني كان بيكتب عليها من جوه. لو انت مسكت الشقفه الفخاريه هتلاقي وجه مقعر، ووجه محدب، يعني بارزه وداخله مم. زي القله، يعني في حاجه اه. داخله، مقعر ومحدب.
فكان بيكتب على المقعر اكتر اللي هو الداخل علشان لضمان الحفظ، لانه بيكتب بحبر. بس اه. الاستراقة طبعا لها عيب، ان طبعا سهل لو شوية مية كده جت عليها في الكتابة خلاص شكرا، يعني اتمحت، لكن بتتحفظ في الرمل. اه. لكن ده طبعا ده بقى عيوب كتابة وحاجات ديت، لكن دي قصة تانية. لكن برضه أيضا بيقول نفس الكلام، لكن الكتابة الهيروغليفية كانت هي الأقيم، لأن هي كانت بتنقش المقدس. لكن في النهاية ده احنا مصادر تاريخية وبنتعامل معاها بحرص شديد جدا. لذلك أنا لما أقول لك أستاذ محمد اداني هدية عزيزة جدا في عيد ميلادي 1/6، هتعامل معاها معاملة قصر، احطها في لوح زجاج، لكن اللي هيتفرج عليه بقى يقف على بعد متر علشان ممنوع اللمس، ده انا عايزها تعيش اكتر ما. كذلك البرد، كذلك الشقفات الفخارية بنتعامل معاها معاملة قصر. بنتكلم بقى في عمال دير المدينة. لو انت تشوف الجمال بتاع الحيثيات اللي فيه، راجل بيحكي لصديقه وبيكتب على الشقف الفخاري راسم مراته، راسمها بقى يعني الست البيت، وراسمها بدينة شوية. احنا بنقول راسمها بدينة شوية، يعني رغم كده ان كان في ان الستات في مصر القديمة، يعني مع احترامنا لكل طبعا الستات، كان هما يعني سومان شوية او تخان شوية. مم. بعض الناس جه صلي قال لي هو كل النساء في مصر القديمة كانوا رشيقين كده ورفيعين والجمال كده؟ قلت له لا، ده هو الملوك بقى بتتمنى زوجاتهم بتبقى كده في العالم الآخر، الرشاقة والجمال وده. لكن كان في التخينة وفي الرفيع زينا بالظبط، يعني ده شيء جميل جدا، يعني ده الأذواق. وبيرسم بيقول بقى وحشتني مراتي، وبيكتب السيرة الذاتية و زي ما انا وانت حضرتك وزميلنا وصديقنا وصديقتنا نكون في بعثة مثلا، ويبقى في ساعتين فضا بالليل ندردش، والله وحشني مراتي، ده وحشني اولادي، ده وحشني، بيدردشوا مع بعض، وهكذا بتبقى السيرة الذاتية. كمان بقى زي عند زي اشبه ما يكون بحفلات السمر اللي ممكن تكون يعني في اه الفترات المسائيه في فتره العمل يعني. بالظبط. لكن عايز اقول كمان لذكاء مشرف العمال، وكان اسمه يعني اللقب بتاعه إيميري رع. وكان بنقول يعني كان في عمد بيقول العمد او المشرف العام على الملابس عموما والادوات في الصيد، بيقول للراجل اللي في شمال مصر مشرف العمال: ابعت العمال بتوعك في مركب مم. علشان يستلموا الملابس الجديدة بتاعتهم، علشان يستلموا الأدوات الجديدة بتاعتهم اللي هم بيفحروا بيها أو النقش أو وبعدين يستلموها ويرجعوا ليك تاني. ده الراجل رئيس مخزن الملابس والمهمات بيقول لي الكلام ده المشرف العمال اللي هو في الشمال، وهو الراجل رئيس الملابس ده في الصعيد. مم. فقال له طب ما تبعت انت مندوب بيهم بمركب بالمهمات بالملابس، ويبعتوا للعمال ويرجع هو فاضي، بدل ما تخسرني ايام ووقت وجهد وتعطيل عمل. الكلام ده يا استاذ محمد له يعني ابعاد كبيره جدا، يعني ابعاد يعني جميله وذكيه، ان طبعا المشرف ده فكر في عدم ضياع الوقت. اه طبعا. اقترح المقترح ده على مشرف الملابس، وبالفعل يعني بنقف لحد هنا علشان نشوف عظمة العمال. لكن طبعا العمال طبعا مكملين معانا حتى عصرنا هذا، واحنا اللي بنينا العاصمة الإدارية الجديدة كشعب مصر، وحفرنا قناة السويس الجديدة زي ما الفراعنة حفروا. احنا كمان قدمنا حضارة وما زلنا بنقدم حضارة، واحنا كشعب مصري يجب العالم كله يتعلم مننا ويفتخر، ويفتخر حقيقي ان في ارض الله سبحانه وتعالى شعب عظيم بيعلم الناس كلها الحضارة منذ 5000 سنة. فلكل عامل كل سنة وانت طيب. طبعا يعني ختاما دكتور اسلام بحييك جدا جدا وبنشكرك، ونشكر كل صاحب عمل وكل صاحب جهد بيبذل من اجل اسرته ومن اجل مجتمعه ومن اجل وطنه. وهكذا نؤكد دائما ان الحضاره المصريه القديمه يعني لم تكتسب قيمتها وشغفها وعظمتها من فراغ، انما كانت حضارة فيها كل مقومات الحضارة. هذا المقوم الذي تحدثنا عنه اليوم هو واحد من أهم مقومات أي حضارة حول العالم، وهو قيمة العمل واحترام العامل. إزاي كان العامل
يحترم من حيث توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وحتى فيما يتعلق بحقوق العمال وتقسيم أوقات العمل. أشياء كثيرة جدا تؤكد قد إيه كانت هذه الحضارة عظيمة وما زالت، وتورث هذه العظمة لينا إحنا النهاردة اللي لازم كمان نكون على قدر هذه المسؤولية. دكتور إسلام زغلول الباحث الأثري، شكرا جزيلا وشكرا لفريق عمل بنحكي تاريخنا. نحييكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. وانت طيب يا استاذ محمد. في رعاية الله.